عاده بتدي حد يبني مثلا وخلاص خلص بناء، فتجيب في شركه ثانيه تتشطب. انتوا من الزيرو، من الارض وهي ارض كده قبل ما تتحفر بتستلموها، تسلموها للي يحب كمان مفروشه. الكلام الطيب والسمعه الطيبه والامانه والاخلاص والتسليم في الميعاد، ودي كلها حاجات اعتقد دي اهم عناصر نجاح اي شركه. اختار النظام على حسب امكانيات العميل، برضه بنقعد معاه وندرس ونشوف امكانياته ايه بحيث ان نقدر نوفر له كل المتاح. كل حاجة احنا بنعملها بتبقى مدروسة من A to Z علشان في الآخر نوصل لأحسن شكل وأحسن تقسيم مساحات، وفي نفس الوقت مش على قد الاحتياجات بتاعة العميل بس، أنا بصحح له كمان وجهة نظره. لو ممكن تكون في خطأ عنده أو معتقد غلط في حاجة معينة أنا بصححها له وبطلع له بأجمل صورة جمالية، سواء إذا كان للوجه أو للتصميم الداخلي. السمعه الطيبه اللي انتوا حققتوها والحقيقه سمعه كبيره تدل على ان انتوا ناس، يعني قبل برضو ما اشوفكم انا افتكرت ان انتوا كبار سنا قوي قوي عن كده من كتر الكلام الحلو اللي سمعته. هل مثلا يعني اهلكم كانوا في المجال ده فزقوكم في المجال ده ولا اكمالا لمسار الوالد الله يرحمه؟ الله يرحمه ويحسن اليه. هو كان دايما معودنا ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. يا سلام. اتقان العمل اهم من ان انا اعمل اي حاجه ثانيه.